السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رز المصري بالكبد والقوانص. ممكن تستبدليه برز بسمتي، بس انا الطريقة اللي عاملاها النهارده بالرز المصري. معانا مرقة دجاج وبهارات وفلفل اسمر وكزبرة وقرفة، وفلفل رومي او حامي حسب الرغبة، وجزر مبشور، وليمونه اللي هي الليمون المجفف السمرة دي. معانا بصلتين متقطعين او مبشورين، وجزرايه مبشوره. معانا الكبد والقوانص. طبعا انت ممكن تستبدليها بلحمه مسلوقه لو تحبي، يعني لحمه تفضليها عن الكبد والقوانص. هنسخن حله كويس على النار، وهنحط معلقه سمنه او زبده، وننزل بقى القوانص الاول تاخد صدمه، ونشوحها كويس لان القوانص بتاخد سوا عن الكبده، فالكبده هنخليها اخر حاجه. احنا دلوقتي بندي القوانص صدمه، نقلبها كويس كده وتتحمر، تاخد عشان ما تستويش قوي، يعني تستوي كويس. بعدين هننزل عليها البصله، ونشوح بقى البصل معاها كويس. نشوحهم كويس. هنزل التوابل. طبعا انا قلت لكم التوابل والفلفل الفلفل الحامي انت ممكن تستبدليه برومي لو عايزه رومي، وقرفه اللي هي الخشب او قرفه عاديه، يعني حسب الرغبه، يعني حسب المتوفر عندك. احنا هنحط الكركم، ممكن نحط الكركم عليه وممكن نخليه في الاخر، يعني ممكن في الاخر احطه كده. هننزل الجزر تشويحه برضو بسيطه خالص. الجزر بيدي لون وطعم، والفلفل بيدي ريحه، كل ده مع بعضه بيدي تست حلو. هننزل بقى الكبده، بس هنحاول ما نسويهاش قوي، يعني ما نقلبهاش قوي عشان ما تتهريش مني. هنقلبها كده بسيط، ونكون غاسلين الرز كويس بس. وهنضيف الرز نشوح بقى الرز كويس جدا معاهم، بس تقليبه بحيث نقلب بالراحه عشان الكبده ما تتهريش، لان الكبده بتبقى ضعيفه. انت ممكن الوصفه دي تستبدليها بلحمه مسلوقه، بتبقى برضو حلوة. وهنبتدي بقى نحط كركم. انا حطيت معلقة ونص كركم. هو الكركم مفيد للعظم وبيدي لون حلو. كل التوابل والبهارات والحاجات دي كلها مفيدة. كركم، انا حطيت معلقة ونص كركم. هو الكركم مفيد للعظم وبيدي لون حلو. كل التوابل والبهارات والحاجات دي كلها مفيدة. هنبتدي بقى نحط مية، او لو عندك شوربة المتوفر عندك، يعني مية ياخدوا غلوة بقى. وبعد كده هوطي عليها. والليمون ده كمان بيخليها حكاية. الليمون يعني انا اول مرة اجرب فيها الليمون، بس بجد بجد فرقت، مدي طعم حلو قوي. هنا هنبتدي بقى نوطي عليها، هنقلبها تقليبة صغيرة عشان الكبدة اتفقنا ان هي ما تتهريش، عشان هي تبقى ضعيفة شوية عن القوانص، فبنقلبها تقليبة صغيرة. بسم الله ما شاء الله اهو استوى معانا، وحاجة الصراحة جنان اهو. متنسونيش في اللايك والشير ودعواتكم واشتراك